اوعي تكوني بتعملي الكرنبيط بالبيض، البيض غالي، هنعمله مع بعض مقرمش وكريسبي وتحفة من غير بيض. هنجيب الكرنبيطة بتاعتنا كبيرة بقى صغيرة براحتك، هي يستحسن تكون صغيرة، وتنقيها كده البيضة، وابتدي بقى قطعيها جزل كده. التقطيع بقى اللي انت عايزاه صغير كبير براحتك خالص. هنغسله بقى وبعد كده ننقعه في معلقة خل، ونجيب الحلة بتاعتنا فيها مية سخنة، نحط فيها معلقة كده من الملح كبيرة ورشة من الكمون، وننزل بالكرنبيط بتاعنا يا دوب غلوتين اتنين ونشيله، ما تزوديش عن كده عشان ما يتهريش. هنجيب بقى معانا 3 كوبايات من الدقيق ونقسمهم بالنص في حاجتين كده مختلفين، وفي كل حتة هنحط معلقتين من النشا. نجيب بقى التوابل اللي احنا عايزينها، بابريكا، كركم او كاري، ملح وفلفل، كمون وتوم باودر وبابريكا. نقلبهم كده ونقسمهم بالنص ونحط على الخليط ده والخليط ده. نجيب بقى معانا هنا ميه وننزل على اول خليط، ونبتدي ان احنا نقلب كده لغايه لما يبقى معانا قوامها تقيل شبه البانكيك كده. ونجيب بقدونس، انا بحب احط عليه بقدونس، ونقلبه. الريحه بتاعتها تحفه. الكرنبيط بتاعنا بعد ما اتسلق نبتدي بقى ان احنا نحطه في الخليط اللي احنا عملناه اللي شبه البانكيك كده، وبعد كده ننزل بخليط الدقيق والتوابل والنشا اللي احنا عاملينه، شبه بالظبط لما نيجي نعمل بروستد او كنتاكي، نفس الطريقه. الزيت بقى بتاعنا يكون سخن وغزير، وما تخافيش على الزيت، هيفضل لغايه اخر حاجه زي الفل. بتركايه واحده هقولك عليها. هنجيب بقى الزيت بعد ما سخن وننزل عليه معلقه من النشا ونقلبها بقى، بس لازم يكون سخن. معلقه النشا ديت هتحافظ عليه وما تخافيش مش هتعمل اي حاجه. ونبتدي بقى ان احنا نحط الكرنبيط ونقليه. بصوا والله الكاميرا ظلمه اللون بتاعه، بصوا كريسبي ازاي وسخن ومولع، والريحه ايه وطعمه ما يتوصفش. لازم نحطه نطلعه على حاجه كده شبك او مصفى عشان خاطر ما يطراش معانا. والف هنا.